يقال أن إبليس أراد الرحيل من مكان كان يسكن فيه مع أبنائه، فرأى أحد أولاده خيمة فقال: لا أغادرن حتى أفعلن بهم الأفاعيل. ذهب إلى الخيمة فوجد بقرة مربوطة بوتد، ووجد امرأة تحلب هذه البقرة، فقام فحرك الوتد، فخافت البقرة وهاجت، فانقلب الحليب على الأرض ودهست ابن المرأة الذي كان يجلس بجوارها فقتلته دهسا. غضبت المرأة فدفعت البقرة وضربتها بشدة وطعنتها بالسكين طعنا مميتا، فسقطت البقرة وماتت. جاء زوج المرأة فرأى طفله والبقرة مقتولين، فطلق زوجته بعد أن ضربها، فجاء قومها وضربوه، فجاء قومه فاقتتلوا واشتبكوا. هنا تعجب إبليس فسأل ولده: ويحك، ما الذي فعلت؟ قال: لا شيء، فقط حركت الوتد. العبرة من القصة: هكذا يظن أغلب الناس أنهم لا يفعلون شيئا، وهم لا يعلمون أن بضع كلمات كافية لتدمر أسرة بكاملها، وربما كلمة واحدة فقط قد تقلب الأمور رأسا على عقب. نعم، كلمة واحدة في غير محلها قد تسبب الخلاف وتشعل المشاكل وتقطع الأرحام وتشحن الأجواء وتخطف الفرحة وتقضي على البهجة وتكسر القلوب، ثم يظن الفاعل أنه لم يفعل شيئا، فلا تكن ممن يحرك الوتد.